نحن أول قناة تلفزيونية تقوم بهذه المهمة. مع 2 من القناصين المحترفين سنقوم بجولة استطلاعية وأيضا رصد محاولات الاقتراب من أول متر في الأراضي السعودية. بخطى ثابتة يقطع هذان القناصان السعوديان الحرم الدولي باتجاه قرية الوكر اليمنية التي يتمترس فيها قناصة الميليشيات بعد أن غادرها أهلها. حرس الحدود بفضل الله سبحانه وتعالى مؤخرا أوجد تشكيل فصيل القناصة، وكان له دور بارز في عمليات التصدي لمحاولات التسلل البائسة. ورغم أن مدى نيران القناص يصل إلى 4 كيلومترات إلا أن القناصين اقتربا إلى مسافة 500 متر. هذه بالمرصاد لكل من يحاول الاقتراب من الحدود السعودية، والقناصين السعوديين له بالمرصاد. القناص الكاتم للصوت للتنفيذ والقناص الحر للإسناد، والنتيجة يخبرنا بها هذا القناص. بعد فضل الله عز وجل تم استهداف قناص من قبل العدو، كانوا يشاغل قطاعاتنا والدوريات الأمامية والنقاط الأمامية، بفضل الله تم استهدافه. تبقى عمليات القنص من العمليات النوعية ذات النتائج العسكرية المؤثرة. من قطاع الحرة محمد العرب، العربية.